وما هو الاستعداد لرمضان؟ ما هو الاستعداد لرمضان؟ وكيف يكون الاستعداد لهذا الشهر الكريم؟ أشرت إلى بعض المعاني في هذا الباب، وسبحان الله يعني وهذه ظاهرة عندنا، ربما أحيانا يعني من هذه الظاهرة يتصور أن رمضان شهر أكل. إذا أقبل رمضان بدأ الناس يجمعون أطعمة ما كانوا يجمعونها في غير رمضان، ويشترون كأنهم يعني في دخول لشهر يعني أكل وما هناك مانع أن الإنسان يهيئ طعاما لكن ليس هذا رمضان. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالتهيؤ لرمضان بالتهيؤ لما في هذا الشهر من خصائص، في هذا الشهر من فضائل، ما فيه من بركات، ما فيه من خيرات، يهيئ نفسه للأعمال التي تناسب هذا الشهر وتليق بمقامه الكريم. وهذا إنما يكون بتهيئة نفسه بالعمل الصالح، بالقرآن، بالذكر، بالدعاء، بالعبادة، بغير ذلك من أنواع القربات. ومن أعظم ذلك الدعاء، وله خصوصية عظيمة في رمضان. قد استمعنا للآيات التي في سورة البقرة في شهر رمضان. إذا قرأت هذه الآيات تجد أن آيات الصيام في أثنائها ذكر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قبلها عن رمضان والصيام، وبعدها أيضا الآية التي بعدها وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فما بعدها وما قبلها كله وجاءت في أثناء ذلك. أخذ العلماء من ذلك أن رمضان له خصوصية عظيمة جدا في الدعاء، فيهيئ نفسه في رمضان لكثرة الدعاء وكثرة الذكر وكثرة القراءة للقرآن وعمارة وقته، وأيضا حفظ الصيام. والصيام يحتاج إلى حفظ، يحفظ صيامه من كل أمر يخل به. وقد قال عليه الصلاة والسلام تنبيها على هذا المعنى: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وقائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. ولهذا حفظ الصيام من أهم ما يكون، أن يحفظه عن الآثام، عن ما يسخط الله سبحانه وتعالى، عن اللغو، عن قول الزور إلى غير ذلك. ومن حفظه أن يعمره بالذكر لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم في أمور عديدة سئل عنها النبي